يا مساء الورد، مساء الفل، مساء الياسمين على أغلى وأجمل إخوات ومتابعين في الدنيا كلها. تعالوا نسمي الله ونصلي على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام، وندخل على الفيديو بتاعنا. فضلا منكم وليس أمرا، لو أول مرة تشوفي قناتي اشتركي في القناة وفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد، وشجعيني كده بلايك حلو منك. جوزي عازم صحابه، قال لي بقولك ايه، انا عايزك تشرفيني. قلت له على ايه؟ ده انا هشرفك وابهرهم كده من جمال الاكل. هنا معايا فرختين، الفرختين مسكتهم غسلتهم تحت الحنفية وقطعتهم حتت، لان الفراخ دي هشويها على الفحم. تمام. وتاني يوم الصبح زودت عليها كمان وركين كبار. بعد كده جبت الكبة ونزلت ببصلتين كبار وطماطمتين كبار. بعد كده نزلت عليهم بمعلقة صغيرة من الثوم المفروم، وهنا معلقة من البابريكا، معلقة من معلقة الأكل أو معلقتين صغيرين من معلقة الشاي. تمام. ونزلت عليهم بمعلقتين صغيرين من السبع بهارات اللي هي البهارات المشكلة، ومعلقتين صغيرين من الفلفل الاسود. تمام. وانزلي بقى بالملح وظبطي الملح بتاعك. يبقى احنا هنا حطينا على البصل والطماطم والثوم معلقتين صغيرين فلفل اسود، معلقتين صغيرين السبع بهارات، ومعلقتين من البابريكا. وهنا عصرت عليهم ليمونتين كبار، خدت كده العصير بتاعهم بس مش اكتر من كده. وبعد كده ننزل عليهم بمعلقتين كبار من الصويا صوص، ومعلقتين كبار من دبس الرمان. عايزه تحطي مفيش مشكله، مش عايزه تحطي مفيش اي مشكله خالص. تمام. ممكن تستبدلي دبس الرمان بمعلقتين كبار من العسل الاسود. تمام. وهنا معايا علبه زبادي كبيره او علبتين صغيرين. تمام. دي يا بنات احلى تتبيله تعمليها. وهنا ننزل عليهم بربع كوبايه من الزيت، ربع كوبايه زيت، ومعلقتين من السكر. السكر بقى بيديكي اللون بتاع الشوي. تمام. هنا بقى نضربهم مع بعض في الكبه كويس جدا جدا زي ما انتوا شايفين كده. عايزه اقولك التتبيله دي فوق الروعه. تمام. ضربنا كده التتبيله بتاعتنا زي ما انتوا شايفين. بعد كده بقى هاخد الفراخ واحطها في حاجه واسعه. انا هنا مقطعه فرختين، قطعيهم بقى زي ما بتحبي، بس الفراخ بتاعتي ما شاء الله معديه ال3 كيلو ونص. تمام. وتاني يوم الصبح جبت وركين وقطعتهم وحطيتهم على الفراخ. هنا بقى نزلت بالتتبيله. شايفين التتبيله؟ مش قادره اقول لكم على ريحتها. ريحتها يا بنات طالعه قلب البيت كله. نقلب بقى الفراخ مع التتبيله كويس جدا بالشكل ده. وبعد كده هلف العجانه بتاعتي بكيس وادخله على رف التلاجة. سيبي بقى الفراخ بتاعتك كده تتشرب من التتبيله كويس جدا. هنا بقى كنا تاني يوم الصبح عملت ايه معايا؟ هنا 4 معالق كبار من السمنه، ومعايا بصلتين كبار ضربهم في الكبه كده كاني مخرطاه على ايدي بالظبط. نشوح البصل مع السمنه بالشكل ده لحد البصلايه ما تدبل معانا زي ما انتوا شايفين كده. ننزل بنص كيلو من اللحمه. هنعمل ايه؟ هنعمل احلى صينيه جلاش. تمام. ننزل باللحمه. اللحمه بتاعتي كانت متلجه من الفريزر. وطيت النار وسبت بقى اللحمه تفك براحتها خالص. هنا بقى معايا حله فيها ميه هنسوي لحمه مع بعض. اول الميه ما بدات ان هي تغلي، انا هنا حته اللحمه بتاعتي مش متقطعه زي ما هي كده، معايا كيلو ونص من اللحمه. نزلت عليهم ببصلايه قطعت نصها كده، خرطتها ناعم ومسكتها دعكتها بمعلقه من الفلفل وشويه صغيرين من الملح. ونزلت بطماطمتين صغيرين والحبهان. عندك ورق لوري حطي، انا ما عنديش بصراحه ورق لوري عشان كده ما حطيتش، بس لو عندي طبعا كنت حطيت ورق لوري. حطيت حبهان وبصل وطماطم بس مش اكتر من كده. وهنا اللحمه اتعصجت معايا، حطيت عليها فلفل اسود والملح. ظبطي بقى الملح بتاعك. وكده طفينا على العصاج والعصاج بتاعي خلص. هنا بقى الفراخ هناخدها على الشوايه زي ما انتوا شايفين كده ما شاء الله. عايزه تشويها في الفرن حطيها كده في الشبكه، وحطي تحتها صينيه، وفي الصينيه حطي ورق فويل عشان خاطر الصينيه ما تتحرقش منك وتبهدلك الدنيا. حطي ورق فويل كده، لف الصينيه اللي تحتها بورق فويل وغطي الشبكه ودخليها الفرن. عايزه اقولك هتاكلي احلى فراخ مشويه. هنا بقى ندخل الفراخ بتاعتنا كده الشوايه
بعد كده معايا هنا بصلتين. هنعمل ايه؟ دي بقى صينيه اللحمه اللي الكل بيسالنا عليها، دي لحمه الطباخين يا بنات، احلى صينيه لحمه تعمليها. هنا معايا بصلتين قطعتهم كده جوليان بالشكل ده. بعد كده معايا فلفل الوان، واحد من الفلفل الاحمر وواحد من الفلفل الاصفر. قطعت كده الفلفل الالوان بالطول. الفلفل ده انا مفرزاه، ايام بقى الكيلو ما كان ب15 جنيه كنت بجيب وبرمي في الفريزر. عايزه اقول لكم اقسم بالله كل حاجه بتنفع في البيت. كده قطعت كده واحده من الفلفل الاحمر وواحده من الفلفل الاصفر، وهنا قطعت عليهم طماطمتين صغيرين وقرنين فلفل حامي. عايزه اقول لكم بقى التحبيشه دي يا بنات حلوه جدا جدا. تمام. هنزل عليهم بمعلقه صغيره من الفلفل الاسود ومعلقه صغيره من الملح، مش اكتر من كده. تمام. زي ما انتم شايفين اهو حطينا فلفل اسود، فلفل بسيط ما تكتريش، ملح وفلفل اسود. وهنا هنزل بمعلقه صغيره من الفلفل الاسود زي ما انتم شايفين. هندعك بقى البصلايه بالملح والفلفل. تمام. وبعد كده يا بنات اللحمه بتاعتي كانت استوت. انا بصفي الطماطمتين الصغيرين اللي انتوا شايفينهم معايا، انا بحب احط طماطم على الشوربه. تمام. طلعنا اللحمه من الشوربه، اللحمه استوت معايا. وسيبيها بقى بس تنشف يعني نص ساعه. سيب اللحمه كده تنشف نص ساعه مش اكتر من كده. شايفين اللحمه بتاعتي ما شاء الله قطعه واحده. دي بقى اللحمه اللي بتتعمل في الافراح والمناسبات. تمام. نسيب اللحمه تنشف. بعد كده بقى اول ما تنشف معايا هبدا ان انا اقطعها معاكم وتاكلي احلى صينيه لحمه بالبصل. هنا بقى معايا الجلاش، هنعمل كده صينيه جلاش. هنا معايا السمنه، انا بس فكيتها على النار، سمنه فلاحي طبعا. نزلت كده من معلقتين ل3 معالق من السمنه كده في قعر الصينيه. ومعايا اللفه نص كيلو، لفه الجلاش نص كيلو. كل لفه كده يعني اللفه نص كيلو هحطها من تحت، والنص كيلو التاني هحط النص كيلو التاني فوق اللحمه، لان الصينيه دي بتاخد معايا كيلو من الجلاش. هنا كل 3 ورقات هرش عليهم رشه من السمنه. مش تحطي بقى ورقه ورقه وترشي سمنه، لا، حطي 3 ورقات. انا هنا بحط في جنب 3 وجنب 3. بعد كده برش كده سمنه زي ما انتم شايفين. وزعي السمنه بالشكل ده. تمام. هنا بقى في القعر حطيت نص كيلو من الجلاش، وعلى وش اللحمه هحط نص كيلو التاني، يعني الصينيه خدت معايا كيلو من اللحمه. هنا يا بنات نزلنا باللحمه اللي احنا معصجينها مع بعض. تمام. وبعد كده بقى نحط نص اللفه التانيه. هنا نص كيلو هحطه كده على الوش زي ما انتم شايفين. عايزه اقول لكم بقى الجلاش ده عامل كده زي الفطير، حاجه كده يعني فاخر من الاخر. هنا زي ما انتم شايفين ظبطت كده الحرف بالشكل ده، وباقي كميه السمنه حطيتها على وش الجلاش. وبدات ان انا قطعي الجلاش قبل ما تدخليه الفرن. تمام. قطعته كده بالشكل ده. قطعي بقى الحته اللي انت بتحبيها، كبيره صغيره. انا عايزه اقول لكم الصينيه دي يا بنات بسم الله ما شاء الله بالف هنا وشفا على كل اللي اكل حاجه. بالف هنا وشفا. الصينيه دي كبيره مش صغيره. تمام. قطعت كده الجلاش. وهنا اللحمه بتاعتي كانت بردت معايا خالص. شايفين متقطعه شرايح كده زي العسل. حاجه كده عايزه اقولك تشرفك في اي عزومه، ولو عندك فرح يا سلام. مش قادره اوصف لكم جمال اللحمه وطعمها حلو جدا. شايفين ما شاء الله. حطيت كده نص الخضار من تحت، وباقي يعني النص التاني حطيته على الوش بالشكل ده. تمام. بعد كده بقى ناخد الصينيه بتاعتنا ونحط عليها كبشتين او 3 كده من الشوربه. طبعا ده على حسب الكميه اللي انت عاملاها. يعني بصوا يعني ما تغطيش اللحمه بالشوربه، لا، اخلي كده الشوربه تبان من اللحمه. ابدأي بقى لفي بورق فويل وخدي الصينيه دي ودخليها الفرن. وعايزه اقولك احلى صينيه تاكلي. حطيت رشه من الزيت، ونرش كده على وش اللحمه رشه صغيره من الزيت. بعد كده نلفها بورق فويل وناخدها وندخلها الفرن. وعايزه اقولك لو عايزه تسيبيها على عين البوتاجاز وتدخليها الفرن 5 دقايق مفيش اي مشكله خالص، هتديكي نفس النتيجه. بس انا الفرن بتاعي كان والع، خدت كده الصينيه ودخلتها الفرن. هنا بقى معايا كوبايتين كبار من اللبن، يعني نص كيلو من اللبن. تمام. نزلت عليهم ببيضتين. هنا لقيت الطبق بتاعي ضيق، فجبت كده حاجة واسعة وبعد كده حطيت فيها اللبن مع البيض. ومعايا معلقة
من البيكنج باودر، معلقه صغيره من معلقه الشاي. هنا بقى حطيتهم في بوله زي ما انتم شايفين، والمضرب السلك بتاعي مش لاقياه، بدور عليه مش لاقياه. تمام. رشه من الفلفل ورشه من الملح، فانا هضربهم هنا بالهاند بلندر. تمام. هينضربوا معايا، البيض هيختفي مع اللبن. ضربتهم بالهاند بلندر زي ما انتم شايفين. ولو عندك مضرب سلك من اللي هو بتاع الايد ده، اضربيهم ضربه كويسه بمضرب الايد. تمام. بعد كده بقى ننزل على وش كده الجلاش باللبن، بنص كيلو من اللبن يا بنات. تمام. بعد كده بقى وزعي كده على الصينيه بالشكل ده، وفي نفس الوقت ناخد الصينيه بتاعتنا وندخلها الفرن. واحلى صينيه جلاش تعمليها تشرفك في اي عزومه. شايفين الجمال؟ الجمال عدى الكلام. الفيديو ده محتاج لايك فضلا منكم وليس امرا. يا ريت تشجعوني بلايك حلو، لان يا بنات القناه عايزه اقول لكم واقعه مني جدا جدا. مش عارفه بقى العيب فيا ولا العيب في ايه، انا مش عارفه اي حاجه. لدرجه عايزه اقول لكم اقسم بالله محبطه ان انا انزل فيديوهات. يعني انا بصراحه، يعني الفيديو ده انا عاملاه من يوم الجمعة، بس عندي احباط. مش قادرة اقول لكم ان انا اساسا مش عايزة انزل الفيديو. هنا زي ما انتم شايفين الجلاش معايا زي الفطير، ودي صينية اللحمة. شايفين يا بنات؟ يعني عايزة اقول لكم الجمال عدى الكلام. وهنا الفراخ المشوية بعد ما اتشوت معايا، حطيتها كده في حلة وغطيتها بورق فويل، وتفضل معاكي سخنة وزي العسل. تمام. دي الفراخ المشوية. هنا بقى غرفت الاكل على قد اصحاب جوزي بس، وبعد هما ما اكلوا بالف هنا وشفا غرفت الاكل لاصحاب البيت. تمام. وهنا زي ما انتم شايفين اهوت حطيت شوربه وعملت رز بشعريه. انا قبل كده عامله معاكم الرز بشعريه، معايا رز بشعريه وحطيت الشوربه، وعملت كده طبق حباش. طبعا انتوا عارفين الحباش ده كنت بعمله معاكم في رمضان. يا ريت كده تشجعوني بلايك حلو منكم. ربنا كده يخلي كل حبايبي اللي يشجعوني كده باللايكات. وده كان فيديو النهارده، يا رب الفيديو يكون بسيط ويكون خفيف على قلوبكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.